بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الاعزاء، مرحبا بكم معايا في قناتي المتواضعه الشيف حسنه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طاجين مغربي من هذه الطبيعه الساحره. كيف كتشوفوا معايا هذه الطبيعه هذه راه بالضبط قريبه من مدينه ازروب، واحد 6 كيلومتر. متوجهين دابا ان شاء الله لواحد الغابه سميتها غابه ازكورو. طبعا هاد الغابه راه مليئه بالقرده. ان شاء الله ملي غنوصلوا غادي تشوفوا معايا. هذه ماشي اول مره كنجي فيها لهذا المكان، هذه ان شاء الله ثالث مره. بكثره ما عجبني المكان والطيبوبه ديال الناس وهاد هاد الطبيعه الجميله، فانا ثالث مره كيف قلت لكم كنجي ليها. نخليكم مع هاد المناظر الجميله حتى ان شاء الله نوصلوا للمكان اللي غادي نجلسوا فيه، وغادا نحضر معكم الطاجين المغربي. نتوما كيف كتشوفوا دابا حنا وصلنا للغابه اللي جايين ليها. هو الباركينغ ديال السيارات، يعني راه كيكونوا الناس كثار. ان شاء الله غادي نجلسوا عاد ان شاء الله نوجدوا الطاجين على خاطرنا. هانتوما كيف قلت لكم حنا وصلنا دابا للغابه. هما القروده وولدي كيعطي القروده كاوكاو. طبعا راه كاينين القروده بزاف. انتم كيف كتشوفوا معايا. طبعا راه ما كيأذيوش الناس، هما راه باغيين غير اللي يعطيهم الموز وهكا كاوكاو كيف كتشوفوا معايا. يعني راه غابه جميله بزاف كاع كيف كتشوفوا معايا تبارك الله. انا ولادي راهم فرحانين بزاف. يعني هذا هو من بين الدواعي اللي كيخليني نجي لهذا المكان يعني عده مرات. وكيف قلت لكم حتى الطيبوبه ديال الناس اللي كاينين هنايا دغيا كنلقاو الكرا بثمن مناسب، مناخ زوين. عندك هاجر عندك. شوف القرد بغى ياخذ ليها كاوكاو صحه ما بغاش يعطيها لي. صافي هاجر صافي تخلاتي صافي حبوبه صافي. وان شاء الله دابا غنمشيو باش نوجدوا الطاجين المغربي كيف قلت لكم، وعاد غندير بكم واحد الجوله اخرى. لا يونس بعد. هانتوما كيف كتشوفوا كيشربوا حتى الماء من عند الناس. هذيك شوفوا سبحان الله. هذا الطاجين ان شاء الله غادي نحتاجوا ليه الدجاج، القرعه كورجيت كيف كتشوفوا معايا، الجلبانه والتوابل. وبطبيعه الحال هذا الدجاج هذا راه في العاده انا كنقليه، ولكن اليوم حيت حنا في الغابه وكاينين القروده بزاف غادي يبرزطوني ما غيخليونيش نقليه. غادا ندير كلشي في الطاجين وغنسد عليه ونديرو فوق الفاخر ونبداو على بركه الله. غادا ناخذ واحد البصله خضاريه وحده كيف كتشوفوا، بصله وحده، 2 معالق ديال القزبر والبقدونس، و2 فصوص ديال الثومه. غادا نضيف ليهم تقريبا واحد 3 الملاعق ديال الزيت ما بين البلديه والروميه والتوابل. شوفوا الطريقه باش انا جايبه التوابل معايا من الدار. طبعا كفكره ممكن تفيدكم هكا في الخرجات ديالكم، يعني التوابل كاملين دايرهم في بلاصه واحده. غادا ندير الخرقوم عرق، غندير الابزار كيف كتشوفوا معايا، غندير سكينجبير والتحميره غير شويه باش ما يحرقش ليا الطاجين. نخلط هاد المكونات. ندير الملح، طبعا درت الملح شويه باش تجيني الكورجيت زوينه ما تجيش باسله. غنوضع نص ديال الجلبانه هكا لتحت، ندير عليها الدجاج.
كيف قلت لكم راني كنقلي الطاجين عاده، كنقلي الدجاج، ولكن اليوم خفتي برزطوني القروده راه ما غاداش نقليه، يعني غنوضع كلشي في الطاجين وغادا نسد عليه ان شاء الله. غناخذ دابا ان شاء الله القرعه كورجيت. طبعا هاد الخراجات هادو راه ما كينفع معاهم غير الطاجين، خاصه ان هاد المناطق هادو راه فيهم البرد شويه وكتفتح الشهيه بزاف، يعني احسن حاجه هو الطاجين، هو اللي كيقضي الغرض. صافي غنوضع دابا ان شاء الله الزيتون والفلفل الحار، ولكن قبل غادا نوجد واحد الخلطه غندهن بها الدجاج من الفوق باش يجي اللون ديالو زوين. غناخذ معايا القا ديال المطارد، غناخذ شويه ديال الزيت، نضيف لهم شويه ديال الماء، ضفت واحد المعلقه صغيره تقريبا لهاد الصلصه هذه. غنحرك هاد المكونات مزيان، طبعا كيف قلت لكم باش يجي اللون ديال الدجاج زوين ويطلق واحد البنه. هو كاين واحد اخر الهاش، هما الهاش عندك. كتشوفوا معايا بعد ما وضعت الصلصه فوق من الدجاج، فانا ضفت الفلفل الحار كيف كتشوفوا معايا، درت جوج فلفلات، وحده حمراء وحده خضراء، درت الحامض عادي ماشي الحامض مصير، ودرت الزيتون، وضفت مازال واحد شويه ديال الصلصه فوق من القرعه كيف كتشوفوا معايا. دابا ان شاء الله بين ما الطاجين غنوريكم شويه مازال الغابه، ونوريكم مناظر اخرى كاينين هنايا. كيف كتشوفوا معايا راه كاينين الاحصنه، الناس يعني اللي بغاو يركبوا فوق من الاحصنه هانتوما. طبعا راه هي غابه كبيره بزاف بزاف، شوفوا العلو ديال الاشجار. هنا كيف كتشوفوا معايا كاينين الناس تما كيبيعوا الطويجنات، كيعمروا اتاي، كيبيعوا زعما تذكارات اللي بغى يشري شي حاجه يديها معاه. هذوك المحلات كاملين كيف كتشوفوا معايا هنا عاطين معلومات على القرد بالمغرب. المهم الدنيا كامله محاطه اشجار، هي كامله راه غابه. وكاينه هاد الشجره والله ما عنديش شي معلومات عليها، كيقولوا انها اكبر شجره في المغرب هي هذه، يعني انا ما تتخيلوش العلو ديالها شحال. كيف كتشوفوا ما فيها لا اوراق لا والو. وبقاو معايا ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي ديال الطاجين ديال اليوم. وما تنساوش بلا القروده راه كيعجبهم بزاف الموز، هانتوما كيف كتشوفوا معايا راه تيحماقوا على الموز. الشمره لطفاء، يعني ما كيبغيوش غير العنف. خاصك الا مديتي لهم حاجه تعطيها لهم، الا ما عطيتيهاش ليهم ياخذوا لك صحه. انتم كتشوفوا القروده تبارك الله منتشرين في جميع الاماكن. هذا كاع طالع فوق الطابله اللي كلينا عليها، شوفوا شنو داير. عطيه يونس، عطيه يونس، عطيه. كل هذيك كل هذيك كل هذيك عطيها يونس. تعطيه مالك يلا. عطيه هذا خليه حدانا هنا. عطيه هذا. عطيها يونس، عطيه. عطيه السده ديالنا.
فهمت صافي خليه ياكل نمشي نشوف هذا يلا عطيه. مشاهدي الاعزاء، هذا هو الشكل النهائي ديال طبق اليوم. كيف كتشوفوا معايا راه تشرب، يعني كاع داك المرق اللي طلقت الخضره راه ما بقاتش. وبطبيعه الحال انا رافقت هذا الطاجين بواحد السلطه اللي عاديه بزاف كيف كتشوفوا، بطاطا مسلوقه مع الكمون وزيت العود والقزبر والبقدونس وشويه الخيار وشويه ديال الطماطم. الى عجبتكم وصفه اليوم وعجبتكم الخرجه وعجبتكم الطبيعه المغربيه، طبعا شجعوني ان شاء الله باش نكثر لكم من هذه الفيديوهات. يعني المكان اللي مشيت ليه في المغرب ان شاء الله نصور لكم ونخليكم على خير وبسلامه عليكم.